الله يبارك في حضرتك يا استاذ عمرو. طبعا نادي المصري ده بيتنا وانت عارف ان احنا كبورسعيديه زي ما بنقول كده النادي المصري ده احنا دمنا اخضر. فالنادي المصري ده بيتي ومكاني ويسعدني ويشرفني العمل في النادي المصري في اي موقع وفي اي وقت. الحقيقه هو انا آه، تلقيت تليفون كريم من المهندس محمد أبيل لعضو مجلس الإدارة والمشرف عام على قطاع الناشئين من حوالي شهر كده، ودار لنا حديث عن الطفرة الموجودة في قطاع الناشئين، وتشرفت بعرضه ليا للعمل في قطاع الناشئين كمحطة الأحمال. ويعني بعدها بفترة بسيطة خالص بدأنا العمل بشكل عملت فترة طويلة في قطاع الناشئين، وزي كتير من المدربين عملت في أندية أخرى سواء في مصر أو خارج مصر. وأول ما المهندس محمد زي ما قلت لحضرتك اتصل بيا، طبعا قلت له بلا شك يعني ده شيء يشرفني ويسعدني ان انا احط ايدي في ايدك. ساعدنا على ذلك الحقيقه ان انا اتلاقيت ان في اداره محترمه جدا للقطاع متمثله طبعا في وجود الكابتن عبود الخضري مدير الفني لقطاع الناشئين، وكابتن النادي المصري الكابتن التاريخي اللي انا على المستوى الشخصي حتى كنت بحب اداؤه كلاعب ثم اداؤه كمدير للقطاع، لان انا اشتغلت معاه قبل كده في منتصف التسعينات. فيعني انا فرصه اتمنى من الله سبحانه وتعالى التجربه بتاعتنا في نادي السنه دي يعني تكلل بالنجاح، ونبدا ان شاء الله نقدر نطلع ونغذي الفريق الاول بمجموعه من اللاعبين اللي يعتبروا ان شاء الله اضافه للفرقه باذن الله. يا استاذنا هو اللي يتكلم في الاحمال، انما تقريبا انا التخصص الدقيق بتاعي هو التغذيه يعني. و... وانا اتكلفت من قبل النادي في ان انا اجي هنا لوضع برامج التغذيه لقطاع الناشئين كله. وبعد ما بنخلص برامج التغذيه بنشوف مين اللي محتاج حاجه معينه في تغذيه عنده نقص، لان انت لما بتزود التغذيه لكل الولاد ده بينعكس تماما على انك انت بترفع المنظومه كلها في النادي. انت لما تحط برنامج غذائي كويس بناء عليه الولد يقدر يطبق البرنامج التدريبي الموضوع له من قبل المدرب بصورة سليمة. يبتدي الدكتور رائد يتدخل في الشغل لو في حاجة في تقنين الحمل مش مظبوطة أو محتاجة تتعدل، عشان كده المنظومة كاملة بتبقى مكتملة. ولو في أي جزء من بالظبط ما ينفعش إن احنا نشتغل احنا كتيم ورك كده، ما ينفعش إن احنا نشتغل بره بعض، علشان في الآخر خالص المنظومة تبقى برنامج تدريبي موضوع على أسس علمية للعيب يطبقه من خلال مدرب محترم موجود من خلال قطاع النادي. انا اشتغلت مع منتخبات مصر كلها، خدت قياسات لمنتخبات مصر في 2006، المنتخب الكبير منتخب فيرست تيم اللي كان هيشارك في بطولة الأفريقية. اشتغلت مع منتخب كرة السلة اللي هيشارك في بطولة أفريقية 2006. اشتغلت مع منتخب مصر السباحة، اشتغلت مع منتخبات كتير، عملت كل القياسات الفسيولوجية تقريبا للمنتخبات، تقريبا كل منتخبات مصر يعني. بقول لحضرتك عملت قياسات فسيولوجية من 2006 تقريبا لحد فترة ليست ببعيدة يعني على كل منتخبات مصر الناشئين والفيرست تيم كلهم في الكورة وفي الباسكت. منتخب مصر كان بيشارك في كأس الأمم الأفريقية 2006، منتخب كرة السلة اللي شارك في 2006. ودي كمان كانت عينات خاصة ليا في رسالة الدكتوراه بتاعتي، اشتغلت عليهم، حتى اشتغلت جينات وراثية كمان عليهم، واخدت جيناتهم واتعرفت على انواع الجسم بتاعهم والطيب الجيني لهم. يعني اشتغلنا في يعني كل الشغل بتاعنا تقريبا كان المستويات الأولمبية يعني. اشتغلت في المصارعة شوية برضو، اشتغلت على كرم جابر، اشتغلت على لعيب في ألعاب قوى اسمه حاتم مرسال كان منتخب مصر. اشتغلت مع كرم جابر اخدت قياساته الفسيولوجية واخدت قياساته الجينية كمان. ف طبعا حاجه جديده علينا كمجتمع او كمجتمع قوي هنا في بورسعيد، تكون معانا طبعا خبيره اجنبيه او كنديه بتتمثل طبعا في الكابتن كريستينا. احنا طبعا هنسيب حضرتك بقى تعرفنا بالكابتن كريستينا. الاول بس قبل ما اعرف حضرتك بالكابتن كريستينا، انا عايز اقول لك ان الكابتن كريستينا هي يعني المساعد بتاعي في الشغل، وهي اللي بتضع كل البرامج معايا بالمشاركه معايا، وهي بالاضافه كمان يعني هقول لحضرتك هي التايتل بتاعها ايه دلوقتي لما هي تبتدي تتكلم عشان يبقى المنظومه كلها واضحه قدام حضرتك. Okay, so Captain Christina Vance. I'm from Canada. I specialized in nutrition in Canada for approximately 8 years in total. Also did fitness programs and worked as a peer developer, so working as life coach as well. Yeah, as a life coach as well. Yeah.
هي كابتن كريستينا فينز، هي طبعا كندية. هي اشتغلت أخصائية تغذية في في كندا، في تابعة للحكومة الكندية، يعني اشتغلت تبع الحكومة الكندية كأخصائية تغذية. وبعدين كملت بعض الدراسات بتاعتها واشتغلت حاجة اسمها لايف كوتش، وده مصطلح جديد علينا شوية هنا في مصر، هنتعرف عليه شوية شوية. يعني هي هتقول لنا ايه موضوع اللايف كوتش بتاعها ده باختصار، وده بداية يعني. Now I've been in Egypt for steady for 2 years, and I've been working with players from the Premier League on a freelance basis in personal training, life coaching as well, and nutrition. So basically, I've designed a program, an entire program, everything from all the information that they need. You know, it's one thing that we're constantly telling them, do this, do this, do that, but we don't educate them as well. So the entire program consists of all the information on the muscle compositions and anatomies and the benefits of these exercises. It gives them details about what their workout should be from morning to night as well, and also the full nutrition plan. And then I provide them with an additional life support every single day, speaking with them as they need. So basically, that's the work that I've been doing here with the professional athletes from the Premier League for the past 2 years now. هي بتقول ان هي بقالها سنتين بالظبط في مصر. السنتين في مصر دول اشتغلت لايف كوتش، واشتغلت مصممة برامج از بيرسونال تريننج، يعني برامج تدريبية لأفراد معينة من الأشخاص كلهم تابعين للبريميوم ليج اللي هو الدوري الممتاز بتاعنا. يعني اشتغلت مع لعيبة كتير في أندية كتير. Captain Amr asked about you can give some examples for one of two players or one of two the clubs. I can give examples of clubs. Quite honestly, I prefer to leave the players confidential due to the fact that it is their private. It was one-on-one basis, so I do prefer to keep that private between us for their privacy. But I have worked with players from Zamalek, from Wadi Degla to El Moalin. So there's quite a few clubs. Also Smuha, juniors from Smoha. So I have worked with quite a few players from across all of Egypt. Yeah, Premier League. هي طبعا بتقولك بلاش نتكلم في موضوع اللعيبة، خلي موضوع اللعيبة ده يعني عشان الموضوع كان بالنسبة لها 1 to 1، يعني 1 لواحد، فخلينا نتكلم على الكيان كله. اشتغلت في يعني عشان كانت هي بتشتغل شغل خاص معاهم، فلا داعي ذكر الاسم عشان الاسم ما يبقاش معروف للناس يعني. ولكن اشتغلت في وادي دجلة، اشتغلت في سموحة، اشتغلت في مقاولين، اشتغلت في الزمالك. Anything else about سموحة، زمالك، مقاولين؟ I think دكتور شاهدناه على احدى المواقع التواصل الاجتماعي متصوره بتيشيرت الزمالك، فكان جمهور الزمالك علق وقال لك ان هي مشجعه لجماهير الزمالك، هل ده صحيح؟ Captain Amr asked you about he found a picture for you with a T-shirt with the Zamalek, and all the Zamalek fans said something about, are you really from the Zamalek now or from another team? Zamalek will always have my heart. I will always have a heart for Zamalek. It is my first love. It is a team that I have an enormous amount of respect for. But now being with Al Masri, they also have a huge amount of my respect and love and appreciation for all the men of this team, from the first team all the way down to the juniors. Watching them train every single day and play. It's an honor to be a part of this organization, and I'm very proud of every single one of them. They're definitely in my heart now as well. So, of course, about Al Masri Club, yes, of course, with them. Very proud of all of them, yes. هي بتقولك طبعا الزمالك ده حبها الاول. هي اول ما نزلت مصر هي حبت الزمالك واتفرجت على الزمالك، فبالنسبه لها ده المعشوق الاول بالنسبه لها يعني. ولكن انت بتتكلم دلوقتي على تجربه جديده هي وصلت لها النادي المصري. هي حاسه انها في بيتها فعلا، وحاسه ان كل لعيبه وكل المدربين بيتعاملوا معاها بطريقه مختلفه جديده. هي حاسه بروح الدفء هنا جدا، وبتقولك احنا خلينا نتكلم على اساس ان احنا ناس محترفين في شغلنا. المصري هي عايزه تقولك ان المصري بالنسبه لها دلوقتي بقى نمره واحد، ما عادش في حاجه اسمها اي حاجه تانية يعني. لان بمجرد هي ما دخلت النادي كمان لبست التيشيرت بتاع النادي على طول، واحنا يعني از بروفيشنال احنا بنتعامل كمحترفين يعني. لكن المصري هو نمره واحد دلوقتي، وهي حاسه مش ما هوش نمره واحد بالنسبه لها لمجرد انها بتشتغل هنا. لا، هي بعد ما اتعاملت مع الكباتن وبعد ما اتعاملت مع اللعيبه حاسه انها في بيتها، مش حاسه ان في حاجه غريبه بالنسبه لها. هو طبعا قبل عملنا في النادي المصري الدكتور اسلام
اخ فاضل وزميل عزيز لنا في الكليه وفي جامعه بورسعيد. وطبعا الناس من يعني واحد من اللي هم اسمهم في مجالهم على مستوى مصر والشرق الاوسط على فكره. فطبعا وجوده معايا في النادي ده حاجه يعتبر دعم لشغلي، لان هو لازم يعمل لي سبورت كويس قوي في شغلي عشان نقدر نطلع نتائج. انت عارف حضرتك النهارده التدريب لم يعد يعتمد على الارتجاليه في الشغل، ده ما بيجيبش نتائج. فلازم عشان اقدر اطلع شغل بدني اللي هو تخصصي في النادي كويس، لابد يعتمد على القياسات الفسيولوجيه اللي هو بيعملها. ولازم عشان اللعيب يقدر يستفاد من الجرعات التدريبيه اللي بياخدها لازم يتغذى بشكل كويس، اللي هو بقى الجزء اللي بيعمله هو وكابتن كريستينا. فدون زي ما حضرتك قلت توأمة، يعتبر يعني شيء مكمل لبعضه. إذا فقدنا حاجة منهم ما تقدرش تجيب نتيجة، يعني بالظبط وجهان لعملة واحدة. ويمكن ده السر اللي بنشوف فيه تميز اللعيبة اللي بره. اخد بال حضرتك تميز اللعيبة اللي بره نتيجة ان هم بيدوا العملية التدريبية بشكل متكامل. احنا في ايدينا نعمله هنا، والحمد لله ان هو فعلا بدأ يطبق، وبدأ في فترة وجيزة يظهر ليه اثار ايجابية جدا في النادي. يعني في فترة بسيطة قوي قطاع الناشئين استطاع ان هو يفرز عدد لا بأس به يستعان به في الفريق الاول. يمكن حضرتك اطلعت ان في الفترة اللي فاتت دي في 4 لاعبين طلعوا من قطاع الناشئين يتدربوا في الفريق الاول. طبعا الفريق الاول بقيادة عين خبيرة زي الكابتن حسام حسن مش هيضم اي حد الا اذا كان شايف ان الناس دي من المستوى البدني والفني متميزين. وهذا يحسب طبعا لقطاع الناشئين بإدارة الكابتن عبود الخضري. ده ما فيش خلاف على ذلك، يعني ده ما فيش خلاف. انا هكلم حضرتك على حتة فنية الكابتن عبود بيعملها. حضرتك عارف ان الكابتن عبود دلوقتي بيحاول يوحد الشكل التكتيكي لكل فرق قطاع الناشئين، بحيث ان الشكل التكتيكي اللي بيلعب به كل الفرق يبقى خاضع لمنظومة واحدة. وده ما كانش موجود قبل كده في النادي برضه، على اساس ان بالذات الفرق اللي هي فرق الشباب ال97 وال96 لما حد منهم يرتقي ويلعب في الفريق الاول يبقى طريقة لعب واسلوب لعب الفريق الاول مش غريب على اللعيب ده، فده بدأ يتعمل. حضرتك هل تعلم ان في 2 انضموا حديثا للمنتخبات القومية من فرق الناشئين؟ حارس مرمى متميز عمرو البغدادي، هو حاليا مع الفريق القومي في تونس، محمد الموجي والموجي، وفي ولد تاني برضه في مواليد تقريبا 2002 اسمه بازوكا. ده نتاج فعلي لقطاع الناشئين. يعني احنا النهارده بنحط اهداف فعليه محسوسه للشغل، مش بنقول لا احنا عملنا شغل مبني على اسس علميه مطوق باداره فنيه محترمه، سواء كانت اداره من مجلس اداره او اداره فنيه من متمثله في وجود كابتن عبود الخضر للقطاع، افرزت الكلام اللي بقول لحضرتك عليه ده. ولسه كمان احنا قدامنا وقت، احنا لسه شغالين بقالنا فتره بسيطه، قدامنا وقت. مع الوقت هتظهر نتائج افضل ويقدر تجني ثمار اكثر في الفتره الجايه ان شاء الله. في حاجه، في عندك حريه الحركه، ودي حاجه انت ما بتلاقيها، ممكن ما تكونش متوفره ليك في مكان تاني. غير الصلاحيات، انت حر انك تتحرك وما عندكش قيود وما انتش خايف وانت بتشتغل. دي حته مهمه جدا. يعني انت مثلا بتتكلم مع الكابتن عمود، انا عايز انزل مع دول، انت لسه تسالني جو. ففي حاجات كده انت بتحسها من الشغل، تحس ان المنظومه انت المنظومه دي هتبقى قويه، ولا المنظومه دي هتبقى ممكن يبقى فيها يقابلك فيها بعض المشاكل. راجل بيحل لك مشاكلك، راجل بيخلص لك كل موضوع. انت عايز تعمل ايه؟ انت عايز تعمل كذا اعمله، عايز تنزل مع مين؟ مع الفلان انزل، وعايز الساعه كام؟ الساعه كذا، هم موجودين وفي انتظارك. فلما تحس ان في مدير بيسخر الناس اللي تحت منه لخدمه القطاع نفسه، ده في حد ذاته اساسا اعتقد ان هو من اهم عوامل النجاح في المكان.
اما فيما يخص في مجموعه بدايات القياسات الفسيولوجيه اللي احنا اشتغلناها، يعني انا شايف من وجهه، مش من وجهه النظر، من وجهه نظر الورقه والقلم بقى. يعني انت عارف حضرتك لما بنيجي نتكلم في قياس فالارقام ما بتخطئش. انا شايف ان قطاع الناشئين في بعض الفرق وليس الكل، في بعض الفرق موجوده في قطاع الناشئين مستويات القياسات الفسيولوجيه ليهم والقياسات البدنيه ليهم على اعلى مستوى موجود في مصر. انا بقول لحضرتك ان يعني، ولو تحب حضرتك ان انا ادي حضرتك مثال، فريق 18 سنه اللي موجود عندنا اعلى مستوى قياسات فسيولوجيه في مصر. فريق مواليد 97. من حيث مكونات الجسم، مكونات الجسم دي اللي هي بعد كده احنا هنسخرها فيما يتناسب مع التدريب. يعني مكان حضرتك مكونات الجسم، احنا لو اتكلمنا ان الجسم بيتكون من ميه وعضلات ودهون، المفروض ان النسب بين التلاتة بتكون متوازنة، عشان لما بتقدر تشتغل تحط برنامج تدريبي لحد عشان تنمي عضلات معينة او تنمي شغل معين من خلال برنامج تدريبي هيتحط، او من خلال برنامج احمال زي الدكتور رائد هيشتغله، لازم يكون عارف هو بيشتغل العضلات دي هتستحمل ولا مش هتستحمل. فانا بقول لحضرتك من خلال قياسنا للفريق 97، فريق 97 اعلى معدلات فسيولوجيه انا شفتها في قطاع الناشئين. يمكن نمره اتنين او نمره، بلاش يعني مش عايزين نذكر اسامي، ولكن خلينا نقول من اعلى المعدلات اللي موجوده في مصر.